ينفع اغير قاعده البروسيسور في الجهاز ولا خلاص الجهاز مات؟ بص، او انت غير قاعده البروسيسور ممكن تغيرها، ممكن وممكن مات. هتقولي ازاي ممكن ده وممكن ده؟ اقول لك انا يا سيدي، ممكن انت اغير عشان اللي بيغيروا قاعده البروسيسور دول قليل جدا، ناس معدوده بمعنى اصح. لو مثلا في مثلا في الشرقيه، انا ساكن هنا في الشرقيه، لو في مثلا في الشرقيه 100 واحد بيشتغل في الكمبيوتر، يبقى هتلاقي فيهم اتنين او واحد بس اللي ممكن يغير يعمل لك حاجه زي ديت. اللي بيعمل حاجه ديت لازم يكون محترف لدرجه فوق ما تتخيل. انا هقول لك انا ما بعرفش اعملها عشان ما اكدبش عليك، عشان دي عايزه واحد محترف جدا، وبقى له مش يوم ولا اتنين في غرفه الصيانه، لا سنين، ويكون بقى فاهم فني كمبيوتر، فني كمبيوتر شاطر، مش مبرمج كمبيوتر. دي اول نقطه. بس تغير هو ممكن تتغير بس قليل. بصفه عامه انا افضل اجيب جديد احسن ما اغيرها. دي خليها بس النقطه. وبتغير قاعده البروسيسور دي في حاله واحده، لما يكون البنات اتنت، البن بتاعت البروسيسور ديت اتنت، البنات ديت الصغننه خالص ديت اللي بيكون عامله اشعه النحاس اتنت، فبتغير البروسيسور البورده. بس صلح البورده في حاله واحده، الا لما يكون البورده غاليه، مثلا بورده مثلا جهاز كور اي 5 مثلا جيل 10، 7 10، مثلا جيل 12، جيل 14، البورده بتكون لها غاليه. البورده مثلا عامله 5 او 6 او 7 او 8، فالبورده مش رخيصه عشان ارميها. دي بتصلحها. بس البورد بقى الشعبي مثلا جيل تالت جيل رابع، لا بقى ارمي وقت غيره على طول، ما تعبش نفسك، ارمي وقت غيرها. تصليحها هيكون مكلف، ومش كتير بيعملوها. فانا لما اجي اصلح الحاجه اصلح حاجه تستاهل تتصلح. بس مش حاجه ما تستاهلش اصلا تتصلح، لا. الجيال العاليه هي بتتصلح، بس الشعبي مثلا تالت ورابع وتاني بترمي وتجيب غيره على طول، كده كده بسبب عامه استيراد او حتى تجميعات، ارمي وهات غيره. تلاقي رخيصه مش غاليه، وتكلفه تصليحاتها غاليه، وكمان اللي بيصلحوها مش موجودين، فاقول لك خلاص ارمي وهات غيره على طول. بس في عامه هي بتتصلح، مش بتترمي. وممكن لو في مشكله في البنات ممكن تتعدل البنات. لو البنات فيها مشكله ممكن تعدل، او لو البنات اتخلعت مكانها ممكن تتزرع مكان البنات مكانها. ده كل الكلام ده بيتعمل، بس مش كتير بيعملوا الكلام دوت ومعدودين برضه.